والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أبنائي الأعزاء، طلبة وطالبات هذا الصرح الضخم منذ أن أنشئ، بكم ومعكم وفي يومكم اليوم يسعدني أن أرحب بضيوفكم الأعزاء، وعلى رأسهم الأخ العزيز والصديق الحميم سيادة اللواء مساعد وزير الداخلية مدير الأمن الغربية اللواء حاتم عثمان، ورفاقه من قيادات الأمن والشرطة الأعزاء الذين نعتز بهم أيام الإعزاز. وإن كانت هي كلمة شكر في هذا الصرح، فهي كلمة شكر وتقدير لكم أنتم أبنائي الطلاب على التزامكم وعلى وحدتكم وعلى نشاطكم العلمي ونشاطكم الاجتماعي والثقافي. ما سمعنا يوما أن حدثت اعتصامات أو مظاهرات كالتي حدثت في موضة هذا العصر في مصر. هذا دليل على أن تربيتكم تربية كريمة وأصالة بتتمثل في أساتذتكم في هذا المعهد وقيادة هذا المعهد العظيم. أؤكد لكم أنني وزملائي فخورين بكم وفخورين بمن تخرج من دفعات، وننتظر بفارغ الصبر لتخرج الدفعة الخامسة لنثبت لأبناء مصر أن هنا على أرض طنطا بلد السيد البدوي رضي الله عنه وأرضاه، أنها خرجت رجال وخرجت خريجات يعتمد عليهم في كل مكان. اليوم باسمكم أيضا وأرحب باللجان التي أتت خصيصا لتقييم يومكم هذا، وأوصيهم حضرت معهم العام الماضي وكان لكم النجاح الأوفى وسط كل المعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم. كان هناك من كلمة شكر أشكر مجلس الإدارة بكل أعضائه ومدائه وأساتذته لأسلوب الإدارة الحديث الذي يدار به هذا المعهد لتخريج رجال. نعم، أهم ما نهتم به اليوم هي التنمية البشرية، هو فكر الإنسان، هو عقله، هو تصوراته لصالح هذا البلد.